أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المعتمرون والمعتمرات، نحن في هذا المكان في صعيد عرفات الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفات. هنا يقف حجاج بيت الله الحرام في اليوم 9 من ذي الحجة بعد أن يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم ويستمعون إلى خطبة الإمام، ثم يأتون إلى هذا المكان ليقفوا الوقفة الركن التي هي وقفة عرفة. فوقفة عرفة من فاتته قد فاته الحج، والوقفة بعرفة هي رغبة كل مؤمن ينبغي أن يسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمه الوقوف بعرفة في حج بيت الله الحرام. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ولم يحج غيرها. وفي هذا المكان في وقفة عرفة خطب صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة، خطب صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم. أيها الناس، إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن الفضل. اللهم فاشهد، اللهم بلغت. في هذا المكان استوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ هنا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الناس سواسية كأسنان المشط. يا أيها الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر على أصفر إلا بالتقوى. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى قلبي 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أنا أحب نوقف وقفة فقط. لما أنت أيها المسلم أو أنت أيها المسلمة تدرسي في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يخاطب العالم الإسلامي كله لما يقول: أيها الناس، إن دماءكم حرام عليكم، أيها الناس، إن أعراضكم حرام عليكم، أيها الناس، إن أموالكم حرام عليكم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنت أيها الشخص، إذا كان اسمك عائشة أو اسمك محمد أو اسمك خالد أو اسمك عبد الرحمن أو اسمك عبد القادر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أكثر من مليارين من المسلمين، يقول لهم: أيها الناس، إن دم فلان حرام عليكم، إن عرضه حرام عليكم، إن ماله حرام عليكم. فهنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى الدماء. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم المساواة بين كل الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا نزلت آخر آية في الأحكام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو فيه الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسقي وربك أرحم. وما رؤي الشيطان أغيب في الورى وأحقر عنه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه،
فأقبل يحثي التربة غيظا ويلطم لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم. أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كنت تبنيه وذو العرش يهدم. يعني نسأل الله تعالى أن لا يحرمني وإياكم الوقوف بعرفة في هذا المكان في حجة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن لا يحرمني وإياكم الوقوف بعرفة في حجة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى لي ولكم أن لا يحرمنا الوقوف بهذا المكان في عرفة في حجة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأن تصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا يعني من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما أكرمتنا بالوقوف في هذا المكان في عمرة. يا رب لا تحرمنا الوقوف في هذا المكان في حجة. يا رب لا تحرمنا الوقوف في هذا المكان في حجة. يا رب لا تحرمنا الوقوف في هذا المكان في حجة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا واحفظ أبناءنا وبناتنا ووفقنا اللهم يا رب إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا وصلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر الحاج. الله يغفر لنا وليكم، الله يفتح علينا وعليكم، الله يوفقنا وإياكم. وهذه الوكالة وكالة أمن نسأل الله تبارك وتعالى لها والقائمين عليها ولمرشديها ولمعاونيها ولعمالها ولموظفيها التوفيق والسداد يا رب العالمين، ومن نجاح إلى نجاح يا رب العالمين. ونقول دائما يا رب لا تحرم مشتاق زيارة بيتك الحرام، يا رب لا تحرم مشتاق زيارة بيتك الحرام، يا رب لا تحرم مشتاق زيارة بيتك الحرام. كل مؤمن يتمنى يوقف هذه الوقفة إن شاء الله يا رب. جمعتنا فيها، جمعنا في الجنة وجمعنا في هذه الوقفة في حجة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجزائر بلادنا نسأل الله تبارك وتعالى يحفظها من فوقها ومن تحتها. نسأل الله تبارك وتعالى يحفظ بلادنا ويرزقنا فيها الأمن والأمان. نسأل الله تبارك وتعالى يحفظ جزائرنا والجزائريين يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى يحفظ بلاد المسلمين ونحفظ بلاد الحرمين الشريفين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يتقبل منهم.